بعد جوازي ب3 سنين جوزي قالي ان مامته تعبانة جدا ومحتاجة للرعاية. قلتله ما عنديش اي مشكلة اروح ابص عليها كل يوم والتاني. لا طبعا الموضوع مش كده، انا عاوز امي تيجي تعيش معانا. قلتله مامتك عندها بيتها وانا بصراحة حابة ان يكون عندي خصوصية. مامتك جت هنا اخواتك هيتجمعوا عندي كل اسبوع. الموضوع ده انا مش موافقة عليه خالص. انا اولا صحتي مش بتستحمل، ثانيا انا واهلك مش بنتفق مع بعض خالص، بنتخانق وعلى خلافات. اتعصب عليا وقال لي انا بقولك امي تعبانة بدل ما انتي تقوليلها تعالي عيشي معانا تروحي انتي تقولي كده. ده انتي بجد ما طلعتيش بنت اصول، انا لو عارف ان امك تعبانة هشيلها فوق راسي، اجيبها اقعدها عندي حتى لو هي رافضة تقعد اجيبها غصب عنها. عليا الترابيزة في 5 ثواني وطلعني انا الست الشريرة. ما عنديش اصل ومش عاوزة امه تيجي تقعد عندنا. هو انت هتقلب عليا الترابيزة؟ اهدى على نفسك، هو انت مش فاكر المشاكل والحوارات اللي احنا كنا فيها في الاول؟ صدقت ان اخوك اتجوز عشان امك تبعد عني وتمسك في مرات ابنها الجديدة. ليا قالي هو انتي تقصدي ايه بكلامك؟ قلتله انا ما اقصدش حاجة. من الاخر كده انا مش عاوزة مامتك تيجي تعيش معانا. تيجي تقعد اسبوع يومين 3 انا ما عنديش مشكلة، لكن تيجي تقعد معانا على طول كده دي حاجة صعبة. ست بحب اقعد براحتي في بيتي، وما بيني وما بينك كده ما بحبش حد غريب يشوف جسمي. ده حرام. ثانيا مامتك بتفضل تعلق على كل التفاصيل، كل ده ان انا عاملة يوم في الاسبوع احب ادلع نفسي فيه، وش والجسم والشعر. ما انت عارف ان اليوم ده بقضيه كله في الأوضة بتاعتي. ما جت عندي هتسمحلي ان انا اقعد اليوم كله جوه الأوضة؟ وما ردش عليا، ضحكت باستهزاء وقلت انت شفت ما ردتش عليا ازاي؟ ما ردتش ازاي لان انت عارف مامتك بتعمل ايه. يا حبيبي انا ست بحب اخد راحتي، لو جت قعدت معايا هتقل راحتي. كل الحوار ده علشان انا بقولك ان امي تعبانة ومحتاجة لرعاية؟ ليش انت ملزم بمامتك وانا ملزومة بمامتي؟ قلتلي ان مامتك تعبانة، انا رديت عليك وقلتلك انا هروح لها كل فترة والتانية. رفضت وقلتلي تيجي تقعد معانا على طول، ومن الاخر كده انا مش ملزمة بخدمتها، ان عندها بنات وانت موجود واخوك التاني موجود. خلاص ما تشيليش في قطاعتك، انا يا ستي هجيبها تقعد معانا اسبوعين وانا اللي هخدمها. قلت له انت متأكد؟ قال لي ايوه طبعا انا متأكد، اسبوعين مش هيجرى حاجة. والكلام ده يا جماعة كان من 2 سنين فاتوا، حتى دلوقتي هي قاعدة معايا، هي شاربة نايمة، انا اللي بخدمها وبشوف طلباتها. حاليا مطلعة عيني من يوم ما دخلت البيت وهي قلبها جحيم. كل حاجة عاوزاها تحت سيطرتها، ممنوع ان انا اتكلم وممنوع ان انا اختار الاكل اللي انا عاوزاه. من الاخر كده ان انا بقيت غريبة في بيتي. يا جماعة ان انا لو عاوزة ازور ماما تقولي هو انا مين اللي هيخدمني ومين اللي هيأكلني النهاردة؟ بقى اللي هي بتعمله كل ده ولادها البنات بيجوا عندنا كل اسبوعين، بيجوا فيه انا بعمل اكتر من صنف، شغال موظف عادي جدا مش بيقبض ألوفات. وللأسف من يوم ما حماتي جيت عندنا واحنا ظروفنا زي الزفت. من قبل ما حماتي تعيش معانا كان جوزي كل سنة يجيب لنا فانوس رمضان وزينة رمضان، لكن دلوقتي ما بيقدرش يجيب اي حاجة. ظروفنا بقت زي الزفت، بقت مقتصرة على الاكل والشرب وبس. ما كنا نطبخ 2 3 في الاسبوع بقينا نطبخ مرة واحدة بس علشان الدنيا مش مكفية. خلوا الاكل الحلو يوم ما اخوات جوزي بيجوا بس. الموضوع بقى تقيل قوي عليا. حماتي بتاخد معاش جوزها ولا بتفكر تجيب اي حاجة ولا تصرف اي حاجة في البيت. قعدت كتير واقول حماتي ست كبيرة ويا بنت اللي هتعمليه معاها النهاردة هيتردلك بكرة، هي ان شاء الله قريب تتعدل معاكي. بتعدي والسنين بتعدي وهي لا اتغيرت ولا اتعدلت معايا حتى 1%، عكس دي بقت اوحش من الاول.
لما لقيت حماتي كل فترة والتانية معاملتها ليا بقت أصعب قررت إن أنا أسيب البيت. قلت لميت هدومي وجوزي دخل ورايا وفضل يتحايل عليا لدرجة إن هو مسك إيدي وبسها. مقدرش اقعد من غيرك. قلتله انت كدبت عليا وقلتلي مامتك هتقعد اسبوعين واديها قعدت سنتين وداخلة في السنة التالتة. والله حقك عليا، انا ما كنتش اعرف ان حياتنا هتتغير بالشكل ده. اتفقت مع ماما ان هي تيجي تقعد معانا اسبوعين او بالكتير شهر، لكن هي عجبتها القعدة علشان تعرف توفر المعاش اللي هي بتاخده كل شهر. اقولك على حاجة وما تزعلش مني. قالي قولي. ولادك بقى محارين بسببك. انت ليه ما افتكرتش ان انت تبر مامتك الا بعد الجواز؟ كنتش بتجيب لها وبتدلعها قبل ما تتجوز؟ راجل مسؤول عن عيالك. عيالك دول لازم يكونوا شبعانين وعينيهم مليانة حاجة نفسهم فيها تكون عندهم. انت حارب ولادك من ابسط حقوقهم. عندك طفلين مش 100 طفل. طعم بقاله سنتين بيجي عليهم وانت حتى ما فكرتش ان انت تجيب لهم فانوس. ولادك السنة دي للأسف طلبوا لأنهم كبروا وبقوا فاهمين. قلتلي يا ماما أصحابي كلهم جايبين فوانيس، اشمعنى أنا ما عنديش فانوس؟ ما بقيناش نجيبوا هدوم العيد بسبب المصاريف اللي انت بقيت تصرفها على مامتك واخواتك. اجيب للواد والبنت طقمين بحوش قبلها بكام شهر. حرام عليك اللي انت عامله فيا انا والعيال. اشلي يا نفسي ولا اكل ولا اشرب ولا اقعد معاك. امشي ابوس ايديك. لا خليكي وكل حاجة هتتحل. ده بيتك يا حبيبتي وما ينفعش تسيبيه. اهدلي العيال واحنا في ايام مدارس وكمان في ايام مفترجة. انت السبب. قالي حقك عليا يا حبيبتي وانا والله هصلح اللي انا عملته. كده سابني وطلع قعد شوية مع مامته وبعدين جه تاني وقالي انا مش قادر اقول لها جيبها هنا. اتفقت معاها بس ان هو شهر واحد بس وبعد كده ترجع، لكن هي قعدت وعجبتها القعدة. اعمل ايه؟ مهما كان دي امي وانا ما اقدرش اطردها. تصعبيها اكتر ما هي صعبة. راح صعب عليا وقررت ان انا اقعد. لكن بعد كام يوم بنكتشف ان حماتي عاملة عزومة كبيرة لبناتها. كان جوزي مش بيبقى معاه فلوس لاننا بنجيب طلبات رمضان وخزين الشهر كله. طلعت الحاجات اللي انا مخزناها كده هناكل عيش وجبنة طول شهر رمضان. خرج ان هو يقول لمامته. انا بقى كنت جبت اخري وقلت لها بصي يا طنط، لو انت عاوزة تعزمي بناتك طلعي من الفلوس اللي انت محوشاها وجيبي طلباتهم. انت مالك؟ هو انت هتأكليهم من بيت ابوكي؟ قلت لها لو سمحتي ما تغلطيش علشان انت قاعدة في بيتي. لا ده بيت ابني. لا ده بيتي وبيت عيالي وزي ما انا احترمك انت لازم تحترميني. مينفعش تجيبي سيرة اهلي على لسانك لان اهلي ما بيجيبوش سيرتك ولا بالخير ولا بالشر. سمحتي تكلمي معايا كويس. انا بتكلم معاكي بكل ادب. بقول لحضرتك ان البيت ما فيهوش اكل. قالت لي الفريزر مليان فراخ ولحمه. قلت لها ولا في لحمه ولا في فراخ. انا قمت شفتهم علشان كده انا عزمت ولادي. قلت لها انتي غلطانه. دي حاجتي وانتي مالكيش ان انتي تفتحي التلاجة اصلا. ليه ان شاء الله؟ ده احنا في بيت واحد. قلت لها حضرتك جايه ضيفه. متنسيش ان انتي كنتي متفقه مع جوزي ان انتي تقعدي شهر، لكن حاليا انتي داخله في السنه التالتة. بزعيق. هو انتي بتطرديني؟ قلت لها لا بس المفروض كل واحد فينا يحترم خصوصيه التاني. ان انا عمري ما دخلت الاوضه اللي انتي قاعده فيها مع انها في بيتي، ولكن انتي كمان مالكيش ان انتي تفتحي تلاجتي. بس كلامك جهزي بقى للعزومه علشان ولادي جايين يوم الجمعه. لا انا مش عامله عزومات. انا عندي طفلين بيصوموا صيام يوم طويل في المدرسه، انا لازم اقويهم واغذيهم. مش هيجوا ياكلوا الاكل اللي انا مخزناه. لا انا مش هقولك تاني، جوزي مش ملزم ان هو يصرف على بناتك ولا يصرف عليكي. لا ملزوم. قلت لها لا مش ملزوم، بناتك عندهم جوازاتهم يصرفوا عليهم. حضرتك عندك معاش قد كده بتحوشيه. معاكي فلوس يصرف ويصرف في المعقول.
لكن اللي احنا فيه ده ما يرضيش حد ولا يرضي ربنا. ردت عليا حماتي وقالت لي بدل الفشخرة الكدابة اللي انتم فيها دي ولادكم من المدارس الخاصة ووفروا فلوسهم. أنا عند الموضوع ده بس ما تتدخليش فيه. قلت لجوزي وقلت له الحق دي عاوزة تقعد عيالك من المدارس الخاصة، مامتك بتضيقها علينا ازاي؟ مستوانا المادي عادي جدا، ولا أغنية ولا فقراء، يعني في الطبقة المتوسطة، لكن بسبب اللي مامتك عاملاه فينا احنا بقينا أكتر من الفقراء. علينا أيام واحنا بننام من غير عشا وانت بتتكسف وتقولها يا ماما هاتي 200 جنيه أجيب للعيال حاجة. في شهر بتخلي واحدة من بناتها يروحوا يسحبوا المعاش، والله أعلم بيقسموه على بعض كل شهر ولا بيعملوا فيه ايه. أنا تعبت من خدمة مامتك وتعبت كمان من خدمة اخواتك كل ما ييجوا. ترى أكمل ليها بيت، لو عاوزين تتجمعوا تبقوا تتجمعوا هناك. ده آخر كلام عندي يا طنط، ولو حضرتك رفضتي تمشي أنا هلم هدومي واروح أمشي. أيدي انت وابنك في الشقة الخربانة دي لوحديكم. هي بتقوله جوزي وهي عاملة نفسها بتعيط شفت مراتك بتقولي ايه وانت ساكت. ابتدى ان هو يزعقلي ويعلي صوته ويقولي ما يصحش اللي انتي بتقوليه ده، عيب. خشي جوه اوضتك وانا هتكلم مع امي. قلتله هو انت هتتكلم معاها في ايه؟ خلاص ما عادش فيه كلام. عدى اسبوع من رمضان وانا مش قادرة امسك المصحف بسبب طلبات مامتك اللي ما بتخلص. نهار اطبخي رواقي امسحي الحيطة اصل فيها تراب. مامتك خنقتني وانا ما بقيتش قادرة اعيش معاها في بيت واحد. ان هي مش تعبانة ما شاء الله عليها بصحتها وهي تقدر تخدم نفسها بنفسها. هي مش قادرة تخدم نفسها، هي عندها بدل البنت 3. كلام على كده ودخلت جوه الأوضة علشان اعمل نفسي بلم هدومي، اكسر واخبط علشان اسمعهم برا. حماتي لما لقتني همشي قررت ان هي تلم هدومها وتمشي لان هي مش هتلاقي حد يخدمها على بناتها علشان يجوا ياخدوها. جهزت وولادها جم جوزي وصلها بالعربية. واحدة من بناتها بتقولها يا ماما بصراحة هي استحملتك كتير وانتي بقالك فترة كبيرة قاعدة عندها بيتك وكلنا موجودين لخدمتك، ليه تتقلي عليها؟ مش ملزومة بده. شوية وقت جوزي وصلهم بالعربية ورجع. من أول ما جوزي دخل ما تكلمش معايا. تاني يوم جوزي اتكلم معايا وقالي ما كانش صح اللي انتي عملتيه، يغلط فيا ويقولي دي ست كبيرة وانتي جرحتيها بكلامك، مكنتش عاوزك تعملي كده، وانا بصراحة عاوزاكم تقولولي بما يرضي الله اللي انا عملته ده صح ولا غلط. قولولي ايه رأيكم في القصة.